كيف تكون خطتي وأنا أمشي في الدنيا؟ فأتى لك بهذا الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب مستوحش دائما، ولأن الغريب قد يأنس في دار الغربة كما هو حال كثير منا. يعني تلاقي الواحد مثلا في هذا البلد بقاله 40 سنة استعاض عن أهله بناس آخرين، وحتى لو مشي من البلد دي ما يعرفش يعيش، يفقد أصحابه وأصدقائه وأسرته الكلام ده. فهذا شأن الغريب. فقال لك: أخشى أن تسكن في غربتك، لا، كن عابر سبيل. ده أشد غربة. عابر السبيل واحد شايل الخيمة بتاعته على كتافه وشايل زاده وبيمشي، له غاية يريد أن يدركها فماشي، يحمله ليل ويحطه نهار، يحمله نهار ويحطه ليل، يريد أن يصل إلى غايته. فليس له بيت. ما هو البيت؟ خيمته. أول ما يجي الليل يضرب الخيمة وينام، فإذا طلع النهار يلم الخيمة بتاعته يحطها على كتفه ويمشي. ليه؟ لأن له غاية يريد أن يدركها. فهل هذا يمكن أن يأنس بشيء؟ الغريب له سكن وله دار وله جيران وله وظيفة والكلام ده، فقد يأنس في دار الغربة. والأنس بالدنيا شر على صاحبه. وأرجو أن تفهموا هذا صح، لأن في بعض الدعاة الكبار يعني لخبط في المسألة دي. قال: إزاي نطلق الدنيا وتزوجها الخواجة؟ ما أضاع المسلمون بلادهم إلا أنه طلق الدنيا والخواجة خدها. لا، ليس هذا هو المقصد من كل الأحاديث التي حض فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهد في الدنيا. ليس هذا هو المقصد إطلاقا. الذي يجمع شتات الأحاديث التي تتكلم عن أن تترك الدنيا وأن ترغب عنها وتكرهها يعني، وبين الأحاديث التي تحضك على استثمار الدنيا، هي ألا تجعل الدنيا في قلبك، اجعلها في يديك بس. ده يلخص كل الأحاديث التي تحض على ترك الدنيا أو التي تحض على أن تستثمر الدنيا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي إيه؟ النخلة، حاجة عود خفيف كده، نخلة بتزرعها. طب النخلة بتطلع الثمر بتاعها بعد كام سنة؟ على ما تاكل منها بلح يعني، قول 5 سنين على ما تستوي وتديك ثمرة يعني. طب ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قامت الساعة، يعني إسرافيل عليه السلام هينفخ في الصور وشفت مخايل الكلام ده وفي إيدك نخلة، قال لك ازرعها. قال: هزرعها لمين؟ قال لك الساعة ستقوم والثمرة بتاعتها بعد 5 سنين والساعة ستقوم، قال لك اغرسها برضه. إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن أي إنسان يتجر لابد أن يربح. لو واحد بيتاجر في تجارة ودايما يخسر هيسيب التجارة، لن يعني نفسه أبدا بأنه يتاجر إذا كان هيتاجر في الخسارة. فربنا عز وجل خلق الإنسان وخلق فيه هذا الخلق أن يعمل لفائدة. ما فيش فايدة لا يعمل. يعني مثلا لو واحد قال لك تعالى اشتغل عندي، قلت له تديني كام؟ قال مش هديك حاجة. ممكن يشتغل؟ لا يمكن يشتغل، بل لابد أن ينظر إلى الربح. إذا تعطيني ربح جيد وعالي أجي أشتغل عندك. اسمها دراسة الجدوى، اللي احنا بنسميها دراسة الجدوى في الدنيا. يعني تاجر، ابن تاجر، لما يحب يتاجر في سلعة معينة، السلعة دي مكسبها كل 100 ريال يكسب 100 ريال، وقدامه كمان بضاعة تانية كل 100 ريال 10 ريال، ياخد مين؟ ياخد الأولانية. طب امتى ياخد التانية؟ إذا كانت المخاطرة في الأولى عالية.
أنا هجيب بضاعة من الصين ولا من أمريكا ولا من أوروبا، بس تقريبا 60% السفينة تغرق. ممكن يتاجر بالبضاعة دي يقول لك لا، أنا آخد المكسب أقل بس يكون مضمون. إذا لن يأخذ الأقل إلا إذا كان مضمون، يأخذ العالي إذا كان المخاطرة، يعني هو راجل قلبه زي الحديد بقى. طيب دي فسيلة قال لك اغرسها. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق المرء لا يعمل إلا يكون عنده هدف. ما فيش هدف لا يمكن يعمل. ولذلك